الله وبركاته. مساء الخير إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا إن شاء الله دائما مع شهوات رمضان ووصفات رمضان الكريم. غادي نصاوب معكم هذا النهار واحد العصير اللي نحتاجو هكا في رمضان. بغيت نشاركو معكم، نتمنى يعجبكم هذا العصير هذا. عصير ساهل بزاف. نحتاجو كما تعرفوا بزاف تاع العواشر في هذا الشهر رمضان هذا. بغيت نشارك معكم هذا العصير هذا اللي غادي نديروه بالفراوله، الفريز والتفاح والحليب. نتمنى يعجبكم. نحتاجو فيها واحد الكميه ديال الفريز. انا درت نص كيلو. راني بديت نقشر فيها هكا، قلعت له ديك الورقه ديالو. وجوج تفاحات. الكميه ديال التفاح والفريز تبقى على حسب الافراد العائله، يعني افراد العائله اللي عندكم. غادي نحيد له ديك الورقه كما قلت لكم، وغادي نقطعو هكا، نقطعو وغادي نديرو هكا، نقطع داك التفاح نقشرو ونقطعو حتى هو. وغادي نتلاقى معكم باش نكملو. غادي نطحنوه هكا ونعصروه في الخلاط الكهربائي. غادي نطحنوه ونتمنى يعجبكم هذا العصير هذا. كما قلت لكم اطفالنا واولادنا يبغوا بزاف هذا العصير في شهر رمضان، وكل مره هكا ندير لهم شي نوع تاع العصير. نتمنى يعجبكم هذا العصير هذا اللي شاركته معكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الاهل والاحباب. نقول لكم شكرا جزيلا كاع المتتبعين المتتبعات اللي كيخليو لي ديك التعاليق الزوينه، كيشجعونا باش نعطيو المزيد. نقول لكم شكرا جزيلا. غادي نقطع هذا الفريز هذا كما قلت لكم، هذا الفراوله غادي نقطعها كامله ونولي نتلاقى معكم باش نطحنوه. بعد ما طحنت البنات هذاك الفريز كامل، قطعته هكا، انا نقول عفوا قطعته هكا. غادي نديرو في الخلاط الكهربائي. داك التفاح قشرته وقطعته. كما تقدروا تخليوه غير بالقشور ديالو تقطعوه. كما تعرفوا الفائده كبيره في داك القشور. صافي البنات، انا قطعته هكذا قشرته. غادي نزيدو على داك الفريز صافي. وجبت واحد نص كاس تاع السكر سنيده. غادي ندير معاه واحد ريبي. غادي ندير واحد ريبي باش يعطينا ديك اللذة ديال. تقدروا تستعملوا اي ياغوت بالنكهه اللي تعجبكم نتوما. المهم انا درت واحد رايبي، درت واحد الكاس تاع السكر سنيده. السكر يبقى على حسب الذوق. تقدروا ديروا تنقصوا ولا تزيدوا. انا درت كاس ما عامرش. صافي درت واحد الكاس كبير ديال الحليب. الحليب كما قلت لكم والتفاح والفريز يبقى على حسب الافراد العائله وشحال بغيتو ديروا تاع العصير. ولا بغيتو خاطر تقدروا ما ديروش الحليب بزاف. الا بغيتو يجيكم خفيف تقدروا تكثروا الحليب. صافي البنات، بعد ما طحنت هذاك داك الخليط هكا كما شفتوا جا رائع وخاطر ومنعش هكا في شهر رمضان، ومفيد هكا ومقوي. يعطي هكا القوه لوليداتنا يقدروا يصوموا. كما تقدروا تصاوبوا لهم حتى في السحور وفي الافطار. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. غادي نخولكم في الكيسان باش تشوفوا الشكل ديالو. كما قلت لكم، نتمنى يعجبكم هذا العصير هذا، ونقول لكم رمضان كريم. ان شاء الله تصوموا بالصحه، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان شاء الله يا ربي تصوموا وتعاودوا ان شاء الله نتوما وليداتكم عائلتكم وكاع جميع العائله، جميع افراد العائله ديالكم تصوموا ان شاء الله بالصحه. وكان هذا هو البنات العصير. جا رائع ومنعش وثقيل هكا. نتمنى يعجبكم. قطعت واحد شويه ديال الفريز الفراوله، قطعت واحد شويه. غادي ندير هكا تزيين هكا من الفوق. وهذا هو البنات العصير اللي نتمنى يعجبكم. نقول لكم شكرا جزيلا وبالصحه وبالهنا، وتصوموا ان شاء الله بطول العمر يا ربي وكل ما تمنيتوا. وصافي البنات، هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم. نقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم مع الصور. نقول لكم مع السلامه ورمضان كريم.